السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب سنه اولى عاملين ايه؟ معاكم زميلتكم انا محمود من الفرقه الرابعه. النهارده ان شاء الله هنعمل ريفيجن سريع على المحاضره اللي كنا شرحناها مع بعض بعنوان Regulation of Arterial Blood Pressure Part 1. قلنا عندنا علشان نعمل ريجوليشن اوف ارتيريال بلاد بريشر انا ممكن اعمله بثلاث طرق، يا اما عن طريق اللي هو النيرفس ريجولاتوري ميكانيزم وده بنسميه رابيدلي اكتنج، او عن طريق الكابيلاري فلويد شيفت ميكانيزم وده كنا بنسميه انترميديت اكتنج، او عن طريق الهرمونال ميكانيزم وده كان بنسميه سلوري اكتنج. قلنا ده الموضوع النهارده عن النيرفس ريجولاتوري ميكانيزم. انا محاضره تتكلم عن المنطقه اسمها بريسور اريا ومنطقه اسمها الديبريسور اريا، وثلاث ايتم معانا اللي هو الايه اللي هنتكلم عن الفاكتورز بقى اللي هو بتعمل موديفاينج اوف اكتيفيتي بتاع الكارديوفاسكولار سنترز. ماشي، نبدا المحاضره بسم الله. قلنا عندنا انا عندي المخ بتاعي بيبقى كده تمام. طيب وبعد كده قلنا عندنا في اخر المخ كده في عندي حاجه اسمها برين ستيم. البرين ستيم ده جزء منه موجود منطقه اسمها المظله دي جواها حاجه اسمها اللي هو الكارديو فاسكولار سنتر. وقلنا الكارديو فاسكولار سنتر ده هو اصلا المركز اللي بيشغل لي الجهاز الجهاز الدوري بتاعي تمام كده، القلب والاوعيه الدمويه بيتحكم فيهم تمام. وقلنا عندنا ان انا اصلا ما عنديش كارديو فاسكولار سنتر واحد، انا عندي اكتر من سنتر. ماشي، قلنا عندنا ان احنا هنفترض مثلا ان انا عندي الكارديو فاسكولار سنترز دول هنرسمهم في شكل دايره. ماشي، قلنا هنقسم الدايره تاني لمنطقه فوق اسمها بريستول اريا ومنطقه تحت هنسميها دي بريستول اريا. ماشي، بريستول اريا دي يا ولاد ان هي لما بتشتغل انها بترفع لي الارتيريال بلاد بريشر، الدي بريستول اريا لما بتشتغل بتقلل الارتيريال بلاد بريشر تمام كده. يبقى انا عندي اللي هو الايه تاني انا عندي الكارديو فاسكولار سنترز يا ولاد دول عباره عن ايه؟ دول هنقسمهم لجزئين، جزء اسمه بريستول اريا وجزء اسمه دي بريستول اريا. وقلنا عندنا البريسور اريا عندنا بتشمل منطقتين، ايه هم بقى؟ منطقه اسمها فازو كونستريكتور سنتر ومنطقه اسمها كارديو استيماتوري سنتر. ماشي، والدبريسور اريا فيها برضو منطقتين، منطقه اسمها فازو دايلاتور سنتر ومنطقه ثانيه اسمها اللي هو الكارديو انهبيتوري سنتر. تمام، قلنا بقى عشان نفهم المحاضره عندنا قلنا هنفترض مثلا ادي اللي هو الايه الكارديو فاسكولار سنترز كده هنجمعهم في شكل دايره. ماشي، قلنا هنقسم الدايره دي اول جزء لجزئين، المنطقه اللي فوق هنسميها بريسور اريا والمنطقه اللي تحت هنسميها دي بريستول اريا. ماشي، وقلنا عندنا اول ما اقول لك ان انا بتكلم عن اي منطقه تخص البريستول اريا فانت هتقول انها بتشتغل عن طريق النيرفات اللي هو الايه اللي هو السيمباثيك اللي هو السيمباثيك. ماشي طيب لما اقول لك اي منطقه تبع الدي بريستول اريا هتقول لي انها بتشتغل عن طريق ايه؟ عن طريق الفيجاس نيرف. ماشي، هنرمز له بالفي. ماشي، يبقى اي منطقه تبع البريستول اريا بتشتغل عن طريق سيمباثيك فايبرز، انما اي منطقه تبع الدي بريستول اريا فهي بتشتغل عن طريق الفيجاس نيرف. وقلنا عندنا السيمباثيك عندنا بيأثر على ايه؟ بيأثر على حاجتين اللي هم ايه؟ البلاد فيسلز عندنا والهارت. ماشي، طيب بيأثر على البلاد فيسلز عندنا ان هو بيروح يأثر على بيعمل فازو كونستريكشن اوف ارتريولز وبيعمل فازو كونستريكشن اوف فينز. ماشي، حلو كده. طيب بيأثر على اللي هو ايه؟ على الهارت عندنا ان هو بيشتغل على الاتريوم وعلى الفنتركل. على الاتريوم عندنا يا ولاد بيزود لي الهارت ريت، وعلى الفنتركل اللي بيزود لي اللي هو الستروك فوليوم. تمام كده، حلو كده. طيب يبقى انا دلوقتي لما اجي اقول لك مثلا الفازو كونستريكتور سنتر هتحطه فين؟ هتحطه هنا، ادي فازو كونستريكتور سنتر دون كده تبع ايه؟ ده كده تبع البريسور اريا اللي هو بيشتغل عن طريق السمباثيك. فلما اجي اقول لك ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاع الفازو كونستريكتور سنتر هتقول انه بيبعت امبلسز عن طريق اللي هو الايه؟ عن طريق السمباثيك فايبرز تروح تعمل فازو كونستريكشن اوف ارتريولز وفازو كونستريكشن فيزود لي اللي هو التوتال بريفرال ريزيستنس. ماشي، فبالتالي هيزود لي الارتريال بلاد بريشر. تاني طريقه له ان هو هيعمل فازو كونستريكشن اوف فينز فيبدا ان يزود لي اللي هو الفينوس ريتيرن فيزود لي الكاردياك اوتبوت فيزود لي الارتريال بلاد بريشر. تمام كده. وقلنا على السهم الثاني هنحط ايه؟ هنحط اللي هو الايه اللي هو الكاردياك ستيميلاتوري سنتر. ماشي، يبقى دلوقتي لما اجي اقول لك ايه الميكانيزم اللي هو بيشتغل بيه الكاردياك ستيميلاتوري سنتر هتقول لي ده تبع البريسور اريا فهيبعت الامبلس بتاعته عن طريق السمباثيك عندنا اللي هيروح ياثر على الهارت في مكانين، هياثر لي على الاتريوم عندنا فيزود لي الهارت ريت. ماشي، فبالتالي هيزود لي اللي هو الايه الارتيريال بلاد بريشر. ماشي، هيأثر لي على الفنتركل عندنا فيزود لي اللي هو الايه اللي هو الستروك فوليوم فبالتالي هيزود لي الارتيريال بلاد بريشر. تمام كده. طيب بينما بقى عندنا الفيجاس بقى عندنا بيروح بس يأثر لي على ايه؟ يأثر لي على الهارت بس ملوش علاقه بالاوعيه الدمويه عندنا بالبلاد فيسلز خالص. ماشي، ويأثر لي بقى على الهارت فين بالظبط؟ على الاتريوم بس ملوش دعوه بالفنتركل برده. فلما يأثر لي على لما يأثر لي على الاتريوم يا ولاد هيعمل لي فيه ايه؟ هيعمل لي فيه ان هو هيقلل لي الهارت ريت. فلما يقلل الهارت ريت يا ولاد هيعمل لي ايه؟ هيقلل الارتريال بلاد بريشر. تمام كده. طيب الرسمه دي كده ان شاء الله تكون واضحه ومفهومه. تمام، يبقى اهم حاجه دلوقتي تعرف ان الفيجاس ملوش دعوه بالاوعيه الدمويه خالص. هتقولي طيب ما في الديبريسور اريا هي في منطقه اسمها الفازو دايليتور سنتر هي برضو بتشتغل عن طريق الفيجاس، وانت قلت دلوقتي ان الفيجاس ملوش علاقه بالاوعيه الدمويه. فدلوقتي زي الفيجاس بيروح يعمل فازو دايليتيشن للاوعيه الدمويه هقول لك ان انا الفيجاس دون مش بيروح يعمل دايركت فازو دايليتيشن للاوعيه الدمويه، امال هو بيعمل ايه؟ بيروح ان هو بيعمل الاول بيعمل انهبيشن لسنتر اسمه فازو
السنتر اسمه ايه، بيروح يعمل انهبيشن، يعني ممكن نعمل كده يعمل انهبيشن للفازو كونستريكتور سنتر. فلما الفازو كونستريكتور سنتر يعمل انهبيشن، انا كده وقفت الحاجه اللي كانت بتعمل لي فازو كونستريكشن في الاوعيه الدمويه. فانا لما اوقف الفازو كونستريكشن هيحصل له فازو دايليتيشن. يبقى اللي عايزكم تفهموه دلوقتي ان الفيجاس يا اولاد ما بيروحش بنفسه الاوعيه الدمويه يعمل لها فازو كونستريكشن، لا بيعمل بيعمل فازو دايليتيشن عندنا بطريقه اندايركت، عن طريق ان هو بيروح الاول يعمل انهبيشن اوف فازو كونستريكتور سنتر. فلما انا اوقف الحاجه اللي عملها فازو كونستريكشن فانا كده عملت فازو دايليتيشن. تمام كده الرسمه دي ان شاء الله تكون مفهومه. تعالوا بقى نقرا الكلام اللي احنا قلناه ده كله. اول حاجه بريشر اريا يا اولاد، دي ان هي كانت ايه، ده لما كان اعمل لها ستيميوليشن دي بيزود ارتريال بريشر. اول حاجه منها اللي هو الايه، اللي هو الفازو كونستريكتور سنتر، ده كان بيأثر على ايه من اسمه، بيأثر على البلاد فيسلز اللي عندنا، بيطلع الامبولس بتاعته عن طريق السمسيتك فايبرز اللي بتروح تاثر على الارتريولز. وقلنا عندنا ان معلومه زياده ان هو حاجه اللي هو حاجه اسمها بيزالتون. بيزالتون يعني دورينج ريست وانت قاعد مرتاح خالص او طول حياتك اصلا بيفضل يطلع ايه امبولس صغيره كده ماشي، بيعمل ديسشارج كنترول ان هو على طول بيطلع امبولس كده. دي وظيفتها انها تروح تعمل لي مايلد لازم مايلد فازو كونستريكشن اوف بلاد فيسلز اللي احنا بنسميها سمباثيك فازو كونستريكتور تون. يبقى ممكن نجي في الام سي كيو سمباثيك فازو كونستريكتور تون از اكيور بسبب مين، الفازو كونستريكتور سنتر. تمام كده. طيب وقلنا ده لما جه اعمل ستيميشن عندنا هياثر لي على مين، ده كان بيشتغل عن طريق السمباثيك عندنا اللي هو كان بيروح ياثر على البلاد سيلز ماشي، لان ده بيأكت على البلاد سيلز فيروح يعمل لي فازو كونستريكشن اوف ارتريولز فيزود لي اللي هو التوتال بريفر ريزيستنس، فيزود لي بالتالي الارتريا براب بريشر. وبعد كده هيعمل فازو كونستريكشن اوف فينز فيعمل لي اللي هو يزود لي فينوس ريتيرن فيزود لي اللي هو الستروك فوليوم فيزود لي برده الارتريا بريشر. تمام كده. طيب تاني سنتر معانا الكارديك سيمتري سنتر، ده من اسمه كده بيأثر على ايه، على الهارت ولا بلاد فيسل، لا الهارت ماشي، برده بيطلع الامبلس بتاعته عن طريق السمباثيك فايبرز. فبالتالي لما السمباثيك فايبرز هتروح تاثر على الهارت بقى هياثر على الايه، على اللي هو الايه، على الاتريوم والفنتركل. الاتريوم عندنا هيزود الهارت ريت فيزود الارتريا براب بريشر، وهياثر على الفنتركل يا اولاد فيزود الستروك فوليوم فيزود الارتريا براب بريشر. تمام كده. طيب بعد كده نتكلم عن الدبريسور اريا عندنا، دي منطقتين طبعا لما بيشتغلوا بيقللوا الارتريال براب بريشر. اول حاجه اللي هو الكاردياك انهبيتوري سنتر، ده بيأثر على ايه من اسمه، بيأثر على الهارت اهو، فبيطلع الامبلس بتاعته عن طريق الفيجاس نيرف ماشي. والفيجاس نيرف ده بيروح يأثر لي على مين، بيروح يأثر على الاتريوم عندنا فيقلل الهارت ريت فيقلل الكاردياك اوتبوت فيقلل الارتريال براب بريشر. تمام كده. مهم قوي تعرف كل نيرف بيأثر على انهي حته بالظبط، لانه هيجي يلعبك في الام سي كيو. تمام. يقول لك مثلا الكاردياك مثلا انهبيتوري سنتر دون مثلا بيقلل لي ايه، بيقلل الهارت ريت ولا بيقلل اللي هو التوتال بريفر ريزيستنس، لا بيقلل الهارت ريت لانه بيشتغل عن طريق الفيجاس اللي بيروح يعمل انهبيشن اللي هو ايه للاس اي نود الموجوده في الاتريا فيقلل الهارت ريت. تمام كده. طيب برده معلومه هنا في السنتر ده ان هو برده له بيزالتون ماشي، برده ان هو دورينج ريست برده بيروح يعمل لي مايلد ديكريز ان الهارت ريت ماشي، عشان ده ما يحصلش تاكي كارديا وكده بنسميه الفيجالتون. يبقى انا عندي سمباثيك تون وعندي فيجالتون، لازم تعرف كل واحد فيهم ده عباره عن ايه. الفيجالتون ده عباره عن مايلد ديكريز ان الهارت ريت، سمباثيك تون ده عباره عن مايلد ديكريز ان مايلد فازو كونستريكشن، وكل واحد من السنتر اللي بيعمله. تمام. نيجي بقى الفازو دايليتور سنتر عندنا دون بايه، دون بيشتغل طبعا على البلاد فيسلز عندنا. طيب دون من الديبريسور اريا يبقى يشتغل عن طريق اللي هو الايه الفيجاس عندنا. هتقول لي هتروح يعمل فازو دايليتيشن، لا هقول لك غلط. ليه؟ لان الاول بيروح يعمل يد امبلس عندنا يعمل انهبيشن الاول للفازو كونستريكتور سنتر. قلنا عندنا اللي هو الايه ان الفيجاس عندنا ملوش اي علاقه يا اولاد بالارتيريال ايه بالبلاد فيسلز. يعني ممكن نرسم برده رسمه توضيحيه هنا كده. ادي نفترض مثلا ده الفيجاس اهو ماشي، وادي البلاد فيسلز اهي ماشي، وادي هنا اللي هو الايه اللي هو الفازو كونستريكتور سنتر اللي اختصاره في سي سي ماشي. قلنا بقى عندك هل الفيجاس بنفسه بيروح يودي امبلسز للبلاد فيسل عشان يعمل لها فازو دايليتيشن؟ لا غلط، ملوش اي علاقه بيها. امال بيروح يعمل ايه، بيروح الاول يعمل انهبيشن هنا يقلل لي يعمل انهبيشن للايه الفازو كونستريكتور سنتر. فلما انا اقلل الحاجه اللي بتعمل فازو كونستريكشن انا كده عملت ايه، عملت كده فازو دايليتيشن بس بطريقه اندايركت. مفهومه؟ فبالتالي يحصل عندي فازو دايليشن اوف ارتريولز فيقلل البريفر ريزيستنس عندنا ويقلل الارتريال بلاد بريشر، وكمان يحصل فازو دايليشن اوف فينز فيقلل الفينوس ريتيرن وبالتالي يقلل هو برده اللي هو الايه اللي هو الارتريال بلاد بريشر. تمام. وقلنا ده المعادله بتاع الارتريال بلاد بريشر مهمه جدا عشان تعرفوا ايه مين اللي بيقلل ومين اللي بيزود. ده اختصار لكل الكلام اللي احنا قلناه فوق يعني في شكل رسومات بس، ده كل الفكره. وانا بقى انا عندي حاجه اسمها ريسبروكال ريليشن اوف بريسور اند بريسور اريا. ده معناه ايه، معناه التغذيه متعاكسه، يعني اصلا دول منطقتين متعاكسين بيشتغلوا شغل عكس بعض، واحده بتعلي الضغط واحده تقلل الضغط. قلنا هل ينفع ان المنطقتين يشتغلوا مع بعض في نفس الوقت؟ لا طبعا ما ينفعش، ما ينفعش كده هلخبط جسمي. فبيقول لك بقى معنى كلمه ريسبروكال ديت ان انا لما واحده تشتغل الثانيه يحصل لها اوتوماتيكالي انهبيشن، تقف لوحدها تقول خلاص انا هحترم اختي اللي بتشتغل وهقف انا هقف احتراما ليها مش هشتغل. تمام كده. ده معنى كلمه الريسبروكال. لما واحده تشتغل الثانيه تبطل. هنتكلم عن اللي هو الايه اللي هو الاكتيفيتي اوف كارديو فاسكولار سنتر عندنا ار موديفايد باي، يعني دلوقتي هنتكلم عن شويه عوامل
بتاثر لي على الكارديوفاسكولار سنترز اللي احنا شرحناها فوق دي. ماشي، قلنا عندي 4 عوامل. اول حاجه عندي افرنت امبلسز فروم كارديوفاسكولار سيستم، عندي افرنت امبلسز فروم هاير سنترز، عندي افرنت امبلسز فروم بريفرال سنسوري ريسبتورز، وهو بيحصل والتشينج اوف اللي هو في البلاد جازز. ماشي، هناخد عندنا اول ايتم معانا اللي هو الافرنت امبلسز فروم كارديوفاسكولار سيستم عندنا. ماشي، ده بيشمل عندنا 4 ريسبتورز. اول حاجه اللي هو الارتريال بريشر ريسبتور عندنا بنسميه بارو ريسبتور، ثاني حاجه الاتريال ريسبتور ده بنسميه فوليوم ريسبتور، ثالث حاجه اللي هو ليفت فنتريكل ريسبتور، رابع حاجه البلمونري ريسبتور بارو ريسبتور. قلنا ان الاربعه ريسبتورز دول تحت اول عنوان، يعني اول عنوان هنا اللي هو الافرنت امبلسز داون هنحط تحتيه الاربعه ريسبتورز دول. تمام كده، هنبدا بقى نشرح ريسبتور واحد واحد كده. كل ريسبتور هنعرف عنه 4 حاجات. اول حاجه نعرف السايت ان هو موجود فين، ثاني حاجه الانرفيشن هو بيتغذى من انهي اعصاب بالظبط، وثالث حاجه الاستيمولس ايه اللي بيشغله، ورابع حاجه الفانكشن لما يشتغل بقى هيعمل لي ايه. تمام، قلنا عشان ما نتلخبطش على طول المحاضره هقابل 5 ريسبتورز، الاربع ريسبتورز احنا قلنا عليهم. ماشي، وكمان في اخر المحاضره هاخد حاجه اسمها اللي هو الايه اللي هو البريفرال كيمو ريسبتورز. ماشي، احنا دلوقتي بقى هنقول شويه قواعد كده بتطبق على كل الايه ريسبتور عشان ما تلخبطوش ما بينهم. ماشي، اول قاعده عندك ان الخمسه ريسبتورز ماشي دول بيتغذوا عن طريق الفيجاس نيرف. ماشي، ما عدا بقى عندي 2 ريسبتورز اللي هم مين، اللي هم اللي هو الايه اللي هو الارتريال بلاد بريشر اللي هي البارو ريسبتور، والبريفرال كيمو ريسبتور. هتقولي ان هو بيتغذوا من الفيجاس زائد حاجه كمان اسمها الايه اسمها البفر نيرف. ماشي، وهنعرف دلوقتي يعني ايه كلمه بفر نيرف. يبقى انت الاول قاعده عندنا الخمسه ريسبتورز عندنا هنقولهم في المحاضره كلهم بيتغذوا عن طريق الفيجاس، وهتقولي هتزود لي كمان هتيجي عند البارو ريسبتور والبريفرال كيمو ريسبتور هتزود لي عليهم ان هو بيتغذوا حاجه اسمها البفر نيرف. ماشي، طيب ادي اول قاعده. ثاني قاعده عندنا ان كل ريسبتور عندنا بتطلع انهبيتوري امبلسز. ده الميكانيزم بتاعها بتشتغل ازاي، انها بتطلع انهبيتوري امبلسز، الامبلسز دي تروح تعمل لي انهبيشن اوف بريستول اريا، فانا لما اعمل انهبيشن اوف بريستول اريا بالتالي هيقلل الارتريال بلاد بريشر. ماشي، يبقى كل ريسبتورز عندي بيعملوا نفس الميكانيزم ان هو بيقلل الارتريال بلاد بريشر ما عدا واحد بس، ايه هو اللي هو البريفرال كيمو ريسبتور هناخده في اخر المحاضره. ده الوحيد اللي بيطلع اكزيتاتوري امبلس عندنا فيشغل البريستول اريا فيعلي لي الضغط. يبقى الريسبتور الوحيد اللي لو اشتغل هيعلي الضغط هو مين، هو البريفرال كيمو ريسبتور. باقي الريسبتورز كلهم بيشتغلوا نفس الميكانيزم ان هو بيقللوا الضغط. تمام كده. طيب نبدا بقى في اول واحد عندنا اللي هو الايه اسمه الارتريال بريشر ريسبتور عندنا بنسميه بارو ريسبتور. ده موجود فين، موجود عندنا في الاورتيك ارش. ماشي، وفي الكاروتيد ساينس. حلو كده. طيب اللي هو موجود الكاروتيد ساينس ده منطقه في الرقبه، منطقه في الانترنال كاروتيد ارتري اللي هو بيغذي الرقبه من جوه. تمام، الانرفيشن قلنا دول كلهم بيتغذوا بالفيجاس نيرف، وهتيجي تزود لي فيه البارو ريسبتور انها بتغذى بحاجه اسمها بافر نيرف. يعني كلمه بافر نيرف اول ما اقول لك كلمه بافر نيرف معناها انت هتقولي ان كل ريسبتور بيتغذى بالعصب اللي بيغذي المنطقه بتاعته. يعني ايه الكلام ده، يعني انا مثلا عندي البار ريسبتور الموجوده في الاورتيك ارش دي موجوده في منطقه الثوركس، والثوركس مين اللي بيغذي الفصل اللي جواه، الفيجاس نيرف، يبقى بالتالي الاورتيك ارش هيتغذى بالفيجاس نيرف. ماشي، طب الكاروتيد ساينس ده موجود في الرقبه، مين اللي بيغذي الرقبه من جوه، اللي هو الايه اللي هو الجلوسوفرنجل اللي هو رقم 9. تمام كده، يبقى اذا كروس ساينس ريسبتور عندنا هتغذى بيه اللي هو الايه بالجلوس فرنجل. ده كده كلمه معنى كلمه بفر نيرف. يبقى اول ما تلاقي كلمه بفر نيرف هترجع الجملتين دول ان الكاروتيد عندنا بيتغذى بالجلوس فرنجل اللي هو رقم 9، وان الاورتيك ريسبتور بيتغذى بالمين بالفيجاس نيرف اللي هو رقم 10. تمام كده، المعلومه زياده هنا يا ولاد ان انا عندي جلوس فرنجل اللي هو رقم 9 دون بيطلع نيرف مخصوص بيروح يغذي الكاروتيد عندنا اسمه اللي هو الايه اسمه اللي هو النيرف تو كاروتيد او بنسميه اللي هو الهيرنج نيرف. يبقى الهيرنج نيرف ده برانش من الجلوسوفرنجيال نيرف طالع بس منه عشان يروح يغذي الكاروتيد. تمام كده. طيب الاستيمولس يا ولاد، بيقول لك اللي هو الايه المين ستيمولس عندي هنا ان هو الايه هي الاستريتشنج. الباراسيتور دي يا ولاد هي موجوده في الوول اوف ارتريال اوف اللي هو الايه اوف الارترز، يعني ده الارتر اهو. ماشي، هي موجوده هنا كده، فلما الارتر ده يبدا ان هو يتمط فده بيروح يحصل الريسبتور دلوقتي يبدا يحصل لها ستيميوليشن. طب امتى بقى الارترز دي بتتمط عندنا؟ قلنا عندنا هنرسم رسمه عشان نفهم الكلام دون. قلنا عندنا ايه الرسمه دي بقى، الرسمه دي استنى ادي ضغط مثلا 60 وهنا ضغط 180. ماشي، قلنا عندنا معنى الرسمه دي يا ولاد بيقول لك ان الريسبتورز دي عندنا بتبدا يحصل لها ستيميوليشن من ضغط 60 لحد 180. ماشي، يبقى الاستيميوليشن عندنا بيحصل لها ايه ات نورمال ارتيريال بلاد بريشر في الضغط بتاعنا عادي لو بيبدا من اول 60، يبقى اصلا هي نورمال ستيميوليتد في النورمال بلاد بريشر عادي. ماشي، فتبدا من اول ما يحصل لها ستيميوليشن عندنا تبدا تطلع ايه، تبدا عندنا تطلع اللي هو الايه اللي هو الانهبيتوري امبلسز اللي هتروح تعمل انهبيشن اللي هو الايه للبريسور اريا فتقلل الارتيريال بلاد بريشر. بتشتغل امتى، يبقى بيحصل لها بتبدا انها تعمل ديسشارج امتى، بتشتغل امتى لما يكون الضغط ما بين 60 ل 180. طيب تحت ال 60 هي مش هتشتغل اصلا، يبقى تحت ال 60 مفيش ديسشارج. ماشي، الديسشارج يا ولاد بيبدا من 60. يبقى ادي اول ام سي كيو.
بيبدا يزيد من اول ال 60 لحد ما يوصل للماكسيمم بتاعه عند 180. يبقى ادي تاني ام سي كيو، الماكسيمم بتاع الديسشارج عند كام؟ 180 ملم ميركوري. طيب فوق ال 180 يا ولاد المعدل ثابت هو نفسه عند ال 180. يعني مثلا لو بتعمل تشارج مثلا عند ال 60 هنا مثلا بمعدل مثلا بتطلع مثلا كام انهبيتور امبولسز، مثلا بتطلع 2، هنا هتطلع 3 انهبيتور امبولسز، هنا هتطلع 4، هنا هتطلع مثلا 10 عند الايه؟ عند ال 180. طب مثلا لو ضغط مثلا هنا 200 برضه هتطلع نفس ال 10 انهبيتور امبولسز. فهمنا كده؟ بقى انا عندي 3 ام سي كيو. اول حاجه ان اللي بتبدا امتى؟ عند 60 ملم ميركوري. تاني ام سي كيو ان انا عندي تحت 60 نود تشارج، ماشي، الماكسيمم بتاعها عند ال 180 وفوق ال 180 هو نفس الايه؟ نفس الريت بتاع عند ال 180. تمام كده؟ ده نفس الكلام اللي احنا قلناه. الفانكشن بقى بتاعتها يا ولاد احنا قلنا انها بتطلع انهبيتور، كل الستيتورز دي هتطلع انهبيتور امبulses انها تروح تعمل ايه؟ تعمل انهبيشن اوف بريستول اريا. فهتعمل لي بالتالي فازو دايليشن اوف ارتريولز وفينو دايليشن، وهتقلل الهارت ريت، فبالتالي هتقلل اللي هو الايه؟ هتقلل الارتريال بلاد بريشر. تمام كده؟ ده برضه نفس الكلام احنا قلناه بتعبر عنه البروسومات. وادرسها انها تبدا تتشارج عندنا من 60 لحد 180، الماكسيمم عند 180. تحت 60 مفيش ايه؟ مفيش تتشارج، وفوق 180 هو نفس التشارج عند الايه؟ عند ال 180. قلنا عندنا بقى هنتكلم عن حاجه اسمها الكاروت ساينس سندروم. ده احنا قلنا عندنا الكاروت ساينس ده موجود في الرقبه. تمام كده؟ الطبيعي عندنا يا ولادنا لما اجي اضغط على الكاروت ساينس ده كده انا بحبس الدم جوه الكاروت ارتري، جوه الانترنال كاروت ارتري، فكده انا بزود الضغط جواه، فكده انا بعمل استيميليشن لمين؟ بعمل استيميليشن عندنا للكاروت ساينس ارترز اللي هي البارو ريسبتورز، تبدا انها تشتغل، فتبدا انها تطلع لي انهبيتور امبلسز، تروح تعمل انهبيشن اوف بريسور اريا، ماشي، فتروح تقلل الارتريال بلاد بريشر. ده الطبيعي اللي احنا لسه واخدينه دلوقتي، كلنا بيحصل فينا كده. تمام؟ اللي مش طبيعي بقى ان في ناس بيبقى عندهم الكاروت ساينس ده حساس قوي بزياده، فاول ما اضغط عليه لمسه بسيطه كده يبدا انه يطلع لي انهبيتور امبلس بكميات كبيره قوي. فلما طلع لي انهبيتور امبلس بكميات كبيره قوي هتروح تاثر لي على مين؟ هتروح تاثر لي على البريسور اريا، هتعمل لها انهبيشن جامد قوي، فبعد كده فالضغط هيقع قوي، الارتريا بلاد بريشر هيقل قوي، فيحصل سب كونشسنس. دي كده ملخص الكاروت ساينس سندروم. تمام كده؟ كل المشكله بس دي كلمه السر ان هم عندهم سنسيتيف كاروت ساينس. ماشي؟ طيب تاني ريسبتور معانا اللي هو ايه؟ اللي هو الاتريال ريسبتور، او بنسميه له فوليوم ريسبتور. اول حاجه نعرف عنه الصوت عندنا، ده موجود فين؟ موجود عندنا في البوث اتريا جنب الدخله بتاع الفينز، بس موجود مينلي في الرايت اتريا. بيتغذى من عندنا، قلنا عندنا كلهم بيتغذوا من الفيجاس نيرف. ايه الستونس بتاعته؟ اللي هو الايه؟ اللي هو الاتريال فيلنج. يعني كل ما الاتريوم داون عندنا يا ولاد، الرايت اتريوم داون يتملي بزياده، كل ما الاتريال ريسبتور ده يحصل له ستيميوليشن بزياده. تمام كده؟ يبقى كل ما كميه اللي هو الايه، كل ما السنترال فينس بريشر اللي هو الضغط جوه الرايت اتريوم عندنا، ماشي، او يزيد، كل ما الاستيميوليشن بتاع الايه؟ بتاع الاتريال ريسبتور ده يزيد. تمام كده؟ طيب نيجي بقى الفانكشن بتاعت ايه؟ الوظيفه بتاعته. بيقول لك لما اعمل ستيميشن للريسبتور ده بيديني 3 ريفلكسات. ايه هم ال3 ريفلكسات دول؟ اول حاجه ريفلكس ان هو يقلل الارتريال بلاد بريشر عن طريق ان هو يروح يعمل انيبيشن عن طريق الايه؟ الفازو كونستركتور سنتر، فيعمل لي دايليتيشن كده اللي هو الايه؟ للايه؟ للبلاد فيسلز. ثاني ريفلكس ان هو يزود لي الهارت ريت، ده بيمنع الاستجنيشن اوف البلاد في الفينز، بيمنع يعني لما بعلي الهارت ريت فكده بيضخ الدم بسرعه، فكده يمنع ان الدم يتراكم في الايه؟ في الجسم. ماشي؟ طيب ثالث ريفلكس معانا ده ريفلكس دو ديكريز بلاد فوليوم، عن طريق ان هو بيقول عندنا بيقلل افراز هرمونين ويزود افراز هرمون. بيقلل افراز هرمونين اللي هم الايه؟ اللي هو الاي دي اتش والالدوستيرون، وبيزود افراز هرمون اللي هو الايه؟ اللي هو الاي ان بي. تمام كده؟ طيب ده برده نفس الكلام. تالت ريسبتور معانا اسمه ليفت فنتريكولار ريسبتور، ماشي، ده موجود فين من اسمه؟ في الليفت فنتريكل عندنا. ده بيحصل ستيميوليشن امتى؟ لما يحصل عندي اللي هو الايه؟ اللي هو ليفت فنتريكولار ديستنشن، ان هو يتملي برده بالدم. تمام كده؟ يبدا ان هو طالع انهبيتور امبلس عن طريق الفيجاس اللي هي تروح تعمل انهبيشن للبريستول اريا، انها تروح تقلل ايه؟ الارتريال بلاد بريشر. كلهم نفس الميكانيزم، الفرق بس في السايت هو موجود فين. تمام كده؟ والستيمولس برده مختلفه من واحد للتاني. رابع واحد معانا اسمه بالمونري ريبار ريسبتور عندنا، دون موجود فين؟ موجود عندنا في البلمونري ارتري. هيبقى ايه السمنس بتاعته؟ اللي هو لما اعمل ديستنشن للبلمونري فيسلز، ماشي، هيحصل انفيشن عن طريق ايه؟ عن طريق الفيجاس، فيطلع الانهبيتور امبلس تروح تعمل انفيشن اوف بيسل اريا، فيحصل لي ايه؟ ديكريز ان ارتريال بلاد بريشر. تمام كده؟ اظن التجميعات ان شاء الله تكون ايه؟ تكون حلوه يعني، وتكون حفظتوهم ان شاء الله. تمام كده؟ تاني فاكتور معانا بيأثر لي على الكارديوفاسكولار سنترز،
افرنت امبلس فروم هاير سنترز، اللي هو ايه؟ اللي هو السيربرال كورتكس عندنا والهايبوثالاموس. قلنا عندنا السيربرال كورتكس دي عندنا مثلا في ايموشنز جامده، الايموشنز دي يا ولاد بتطلع لي امبلسز من حته اسمها الليمبيك لوب والبري موتور اريا. تبدا الليمبيك لوب والبري موتور اريا تبدا انها تطلع لي امبلسز توديها للهايبوثالاموس، تبدا ان الهايبوثالاموس تاخدها تروح توديها لايه؟ للكارديوفاسكولار سنترز. ماشي. فيحصل بقى ايه عندك؟ ايه بقى؟ بيقول لك ان انا بزود الارتريال بلاد بريشر قبل حتى ما تبدا ان انت تعمل اكسرسايز او تبدا ان انت تخش المسابقه او حاجه. ضربنا عليها مثال، انت مثلا لو داخل مسابقه جري مع اصحابك ضغطك هيعلى قبل اصلا ما تبدا المسابقه. ليه؟ لان قلنا ده الارتريال بلاد بريشر عندنا ده بيزيد قبل اصلا اللي هو بيجيننج اوف اكسرسايز. ماشي. الهايبوثالاموس برضه يا اولاد بتتحكم في الضغط عن طريق ايه؟ اول حاجه انها تعمل ريجريشن اوف البادي تمبريتشر، يعني مثلا لما يكون حد حران قوي ماشي فتبدا الهايبوثالاموس دي تعمل لي فازو دايليتيشن، فالضغط عندك ايه؟ يبدا يقل. عشان كده مثلا الناس في الصيف يقول لك ده انا بهبط من الحر وبيغمى عليا. بيغمى عليهم ليه؟ لان عندنا الهايبوثالاموس عندنا بتعمل فازو دايليتيشن اوف اللي هو الايه؟ اوف البلاد اللي عندنا، فتقلل اللي هو الايه؟ تقلل الارتريال بلاد بريشر. ماشي. وبرده له دور في الايموشنز اللي احنا شرحناه فوق ده. تمام كده؟ طيب ثالث فاكتور معانا اللي هو افكت اوف تشينج ان البلاد جازز، ده بيشتغل على الارتريال بريشر بايه؟ بتو ميكانيزم يا ولاد، دايركت ميكانيزم واندايركت ميكانيزم. الاندايركت ميكانيزم عشان نخلص منه حاجه اسمها بريفرال كيمو ريسبتور، هشرحها كمان شويه بالتفصيل. ماشي. انما عندك بقى دايركت ميكانيزم بيقول لك انا عندي احتمال من اثنين، يا اما ان الاكسجين الدايب دون في الدم بتاعنا يقل بكميه بسيطه، يعني مايلد ديكريز ان الاكسجين، او السي او 2 يعلى بكميه بسيطه. ماشي. الاثنين طبعا جملتين متعاكستين، لان احنا عارفين لو الاكسجين قل معناها ان ثاني اكسيد الكربون عالي. تمام كده؟ دي حاجه بديهيه. او الاحتمال الثاني ان الاكسجين عندنا يقل قوي، سيفير ديكريز في الاكسجين، ويحصل قصادها ايه؟ اللي هو سيفير انكريز في اللي هو السي او 2. هل الريسبونس بتاع الارتريال بلاد بريشر هيبقى مختلف في الناحيه في الحالتين؟ هيبقى مختلف في الحالتين، بحيث ان انا لو حصل عندي مايلد ديكريز في الاكسجين، تمام كده؟ يعني الاكسجين عندنا تركيزه قل بحاجه بسيطه، ده كده ساعتها هيحصل ايه؟ هيحصل عندنا انكريز اوف ارتريال بلاد بريشر، هيبدا ان الضغط بتاعي يعلى. طب لو حصل بقى حصل سيفير الاكسجين داون، الاكسجين داون قل بكميه كبيره، هيحصل ايه؟ هيحصل عندي بقى هيحصل عندي ديكريز اوف ارتريال بلاد بريشر، وممكن حتى الشخص ده لا قدر الله يتوفى، يحصل له ديث. تمام كده؟ طيب نيجي بقى نتكلم عن البريفرال كيمو ريسبتور زي عندنا. هنعرف برضه عنها السايت عندنا موجوده فين. موجوده في الاورتيك بادي عندنا ماشي، والكومن كاروتيد ارتري. ماشي. بتتغذى منين؟ عندنا كل الاعصاب، كل الريسبتور عندنا بتتغذى من الفيجاس، وهنزود عندنا في البارو ريسبتور والبريفرال كيمو ريسبتور هم بيتغذوا من الايه؟ من البفر نيرف. ماشي. واقول لك اقول لك البفر نيرف هتقول لي اللي هو الايه؟ ان الفيجاس بيغذى الاورطه، والكاروتيد بادي بيتغذى من اللي هو الايه؟ بيتغذى من الكاروتيد ساينس نيرف اللي هو كان اسمه الهيرنج نيرف اللي هو كان جاي من جلوس فرنج اللي هو رقم 9. تمام. ايه الستيمولس بتاعتي؟ مينلي هايبوكسيا اللي هو ديكريز اللي هو الاكسجين تنشن، ضغط الاكسجين داون يا ولاد. اول ما يقل تركيز الاكسجين في الدم، اول ما يقل تبدا البريفرال كونستور دي تبدا انها تشتغل. يبقى ده ام سي كيو، المين ستيمولس اوف البريفرال كيمو ريسبتور هي مين؟ هي الهايبوكسيا. تمام كده؟ طيب امتى اصلا يحصل لي هايبوكسيا عندنا؟ يعني امتى ضغط الاكسجين داون يقل؟ بيقول لك ان الهايبوكسيا بتبقى ملحوظه لما اصلا ضغط الدم عندنا يبقى اقل من 60. يبقى انت لو ضغط الدم عندك اقل من 60 ده كده معناها ان انت حصل لك هايبوكسيا، فيبدا عند الكيمو ريسبتور دي تبدا انها تشتغل. بيقول لك برضو ان الهايبوكسيا عندنا مش الاونلي ستيمولس بتاع الايه؟ بتاع الكيمو ريسبتور دي، في ستيمولس ثانيه مثلا زي الايه؟ زي الهايبر كابنيا، ان ثاني اكسيد الكربون عندنا يزيد في الدم، او الاسيدوزس. ماشي. بس المين ستيمولس يا ولاد بكرر تاني هي الهايبوكسيا. تمام. ايه بقى الفانكشن بتاعتها؟ بتعمل ايه بقى؟ بتبدا انها تطلع، قلنا ده دي الوحيده اللي بتطلع اكزاتوري امبلسز. ماشي. عشان تعمل ستيميشن اوف بريستور اريا فتزود الارتريال بلاد بريشر، يبقى الوحيده اللي بتطلع اكزاتوري امبلسز والوحيده اللي بتزود الارتريال بلاد بريشر. تمام كده؟ طيب عندي بقى حاجه اسمها الكوشنج ريفلكس او بنسميه له سي ان اس اسكيميك ريفلكس. دون الاختصار بتاعه يعني هو عباره عن ايه؟ بيقول لك ان انا مثلا ان انا عندي لما بيحصل انتراكرانيال هيموريدج او انتراكرانيال هيماتوما، ان انا يحصل مثلا عندي نزيف جوه المخ او هيماتوما اللي هو تجمع دموي، كده معناه ان انا زودت ايه؟ زودت الضغط جامد قوي جوه الدم، جوه الجمجمه. انا اسفه. فلما زود الضغط جوه الجمجمه يا ولاد، هنرسم الرسمه. ادي الجمجمه وادي فيها بلاد فيسلز اهو. ماشي. وانا عندنا هنا عمال ازود الدم، هنا عندي انتراكرانيال هيموريدج اهو. ماشي. الدم دون لما يملى الجمجمه من جوه هيبدا ان هو يضغط لي، يعمل لي كومبريشن على الايه؟ على البلاد فيسلز اللي راح تغذي البرين دي، هيعمل لي كومبريشن جامد كده. تمام كده؟ فكده المخ مش هيوصله دم كفايه، فالمخ كده بيموت، الحقوني الحقوني مش هتوصل دم كفايه. يبدا ان هو ايه؟ هيبدا ان هو يعمل ستيميليشن للايه؟ للكارديو فاسكولار سنترز عشان ان هي تبدا تعلي الضغط. هتعلي ضغط الدم عندنا، هتعلي ضغط الدم عندنا فوق الطبيعي، اباف نورمال. طب ليه مش النورمال؟ لان اصلا في النورمال يا اولاد لو ضغط الدم عندنا هنا طبيعي مثلا اللي هو 120 على 80، 120 على 80
مش هيعرف يقاوم الريزيستنس اللي هي ايه، اللي هي عاملاها ايه، اللي عاملاها الهيماتوما دي. الهيماتوما دي مثلا عامله ضغط مثلا، ضغط جامد على الايه، على الارترز هنا، ماشي. فانا لازم اخلي ضغط الارتر ده يا ولاد، الضغط جواه اخليه اعلى من الضغط اللي بره الارتر ده، عشان الدم يقدر ان هو يطلع من الضغط العالي الضغط الواطي، تمام كده. يطلع هنا من الارتري عندنا اللي هو الايه، يغذي اللي هو البرين تيشو، تمام كده. وانا ده الهيموريدج الوحيد، النزيف الوحيد اللي لو حصل في جسمك بيحصل له بيحصل انكريز ان الارتيريال بلاد بريشر، ماشي. ده كده الكوشنج ريفلكس. رابع فاكتور معانا بيأثر فيه اللي هو الكارديو سنتر عندنا، اللي هو الافرنت امبulses فروم بريفرال سنسوري ريسبتورز. عندنا مثالين اللي هو البين ريسبتورز، واللي هو ايه سميناه مع بعض اللي هو ايه العلام ريفلكس، ماشي. اول حاجه البين ريسبتورز يا ولاد، هل الاحاسيس اللي انا بحسها مثلا لو حد اتوجع او كده، هل البين ده اللي هو الالم هل بيأثر لي في الضغط؟ في عندنا نوعين من البين، حاجه اسمها كوتينيوس بين اللي هو الالم اللي منشأه الجلد، مثلا قرصتك فانا كده قرصتك في جلدك هتحس بجلدك، اسمه كوتينيوس بين. او عندي حاجه اسمها اللي هو فيسرال بين، فيسرال بين اللي هو الجاي من الاحشاء، مثلا حد مثلا لا قدر الله كبده بيوجعه، معدته بتوجعه، دي بنسميه فيسرال بين، تمام كده. انا عندي بقى احتمالين، يا اما يكون عندي مايلد تو مودريت كوتينيوس بين، يعني مثلا عندي الم في الجلد بس محتمل، يعني الم بسيط شويه، ده ساعتها بيحصل ايه، ساعتها عندي بيحصل انكريز في الايه، في اللي هو الارتيريال بلاد بريشر. طيب تاني احتمال ان انا لو حصل عندي اللي هو سيفير كوتينيوس بين او فيسرال بين، ده بيعمل ايه، ده ساعتها بيحصل ديكريز اوف ارتيريال بلاد بريشر، تمام كده. وقلنا عندنا حاجه تاني ريفلكس معانا اسمه اللي هو ايه، اسمه العلام علام ريفلكس داون. قلنا عندي ان انا عندي العضلات بتاعتي بيبقى فيها جواها ريسبتورز اسمها ايه، اسمها بروبريو ريسبتور، ماشي. طيب انا بقى دلوقتي لما اجي ابدا ان انا اعمل اكسرسايز وابدا مثلا اعمل تمارين او اجري او كده الكلام ده كله، انا طبعا الجري والكلام ده كله بيتم بمساعده مين، العضلات. فانا لما اشغل العضلات كده معناه انا عملت ستيميوليشن لمين، للبروبريو ريسبتورز اللي هي موجوده جوه العضلات دي، ماشي. بيقول لك بقى ملخص العلام ده ان انا لما اعمل استيميشن للبروبريو ريسبتور دي، ماشي، ده بيزود الارتيريال بلاد بريشر وبيزود طبعا الهارت ريت. طبقها على نفسك وانت بتجري هتلاقي نفسك اللي هو ايه، ضربات قلبك عاليه وسريعه قوي، ولو قست ضغطك هتلاقي ضغطك عالي، تمام كده. كده خلصنا محاضره النهارده، المراجعه بتاعتنا ان شاء الله تكونوا استفدتوا. السلام عليكم.